السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تنزلوا من بوست جريس سيكوال والبي جي ادمن. اول حاجة احنا هنكتب هنا في السيرش بار بوست جريس اس كيو ال مش بي جي ادمن، لان في موقع ممكن تحمل منه البي جي ادمن لوحده، واحنا لا، احنا عايزين ننزل البوست جريس اس كيو ال داتابيز وكمان البي جي ادمن اللي هو الدي بي ام اس اللي بيتواصل مع الداتابيز دي. فهنكتب هنا بوست جريس اس كيو ال في السيرش بار، وهندخل في الموقع اللي هيكون اللينك بتاعه اسمه بوست جريس اس كيو ال دوت اورج. تمام، ده اللي هنلاقي عليه البوست جريس والبي جي ادمن مع بعض، وهندخل فيه. هنلاقي الواجهه دي قدامنا اول ما ندخل. اول حاجه هنلاقيها هنا كلمه الداونلود، ممكن ايه ان احنا نحمل منها على طول، او ان احنا نروح على كلمه latest releases، او زي ما انا بفضل دايما ان انا ادخل على كلمه داونلود من البار اللي فوق ده، لان هو بيبقى مكانها ثابت هناك. فانا هدوس على داونلود من هنا، وهختار الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي هو ويندوز. الصفحة دي بتبقى رخمة شوية، كل ما كنت أجي أنزل البوست جريس لنفسي أو لحد تاني كنا دايما بنقعد ندور على زرار أو البطن بتاع الداونلود، وهم مش حاطينه بشكل مباشر، مش عارف ليه. فهتلاقوه هنا موجود كجزء من الباراجراف، يعني كجزء من الكلام يعني اللي موجود في الصفحة أهو. هنا هتقولوا هتكليكوا على كلمة داونلود زي انستولر، هيحولكم على صفحة التحميل. تمام. هنا هتختاروا تاني الاوبريتنج سيستم اللي احنا هنستخدمه، هنختاره اخر نسخة او النسخة ال15 لو انتوا مثلا بتتفرجوا على الفيديو ده آه قدام شوية. تمام. احنا اخر نسخة هننزل الاخيرة اللي هي نسخة 15 لويندوز 64 بت. طبعا مفيش دعم الويندوز 32. احنا هننزل النسخة بتاعت 64. اول ما هتدوس هنا هيبتدي يحمل الانستولر فوق، انا محمله قبل كده، مش هحمله تاني. وهفتح ايه الداونلودز، وهشغل الانستول. ده اول حاجه هشوفها اول ما اشغل الانستولر. قبل ما اكمل، في ناس منكم ممكن تكون نزلت بوست جريس قبل كده، عندها على الجهاز او حد نزلها لها، او كانت بتاخدها في كورس فموجوده عندها على الجهاز اوريدي، او مسحوها فمتبقي منها بقايا. البقايا دي لازم نشيلها عشان ننزل البوست جريس الجديده والبي جي ادمن بدون مشاكل. فعشان اشيل البقايا دي، هروح الاول على السي. تمام، هفتح السي درايف عندي، وبعد كده هفتح يوزرز. طبعا انت على حسب انت الاوبريتنج سيستم بتاعك متنزل فين، فهو غالبا بيبقى في السي. تمام. فهنفتح اليوزرز، ومن اليوزر نختار اليوزر اللي احنا بنستخدمه. وبعد كده هدخل على حاجه اسمها اب داتا. اب داتا دي بتبقى معمول لها هيدن، فلو انت مش شايف كلمه اب داتا هتدخل على تابت فيو من هنا، وبعد كده تكليك على التشيك بوكس اللي موجود فيه كلمه هيدن ايتمز. هتلاقي الفولدر بتاع اب داتا ظهر، هتدخل فيه، وبعد كده تختار رومينج، وتدور على كلمة بي جي ادمن. ده طبعا للناس تاني اللي هي كانت منزلة البوست جريس والبي جي ادمن قبل كده، فهندور عليهم اهو. ادي البي جي ادمن، وهتمسح كل حاجة موجودة في الملف ده تماما. بس كده. هرجع بقى للانستولر بتاعي، هدوس نيكست. انا عن نفسي هبدل المكان، هنزلها في مكان مختلف. دي هختار بوست جريس اس كيو ال 15، خليها في الدي درايف. تمام. هنا هيبقى عامل لك تشيك على 4 تشيك بوكسز، ما تشيلش اي حاجه منهم. ال4 يلزموك عادي. كل الموضوع هتكمل بنكست عادي، ما تغيرش اي حاجه فيهم. هنا بيقول لك المكان اللي هيسيف فيه الداتا تدوس نيكست. الداتا اللي انت هتعملها اللي هي الداتا بيز بتاعتك والسكيما والميتا داتا والليله دي كلها، هيسيفها في ملف داتا جوه نفس الامتداد اللي احنا اخترناه.
في الحتة دي ركزوا قوي، والباسورد اللي هتكتبوه هنا تسيبوه في ورقة جنبكم. ده الباسورد بتاع السوبر يوزر او الاونر بتاع الداتابيز اللي هتتعمل، وده اللي بيدي الصلاحيات بعدين خلال الكورس جرانت او ريفوك. هو اليوزر ده اللي بيعمل الكلام ده. فركزوا جدا، والباسورد اللي تكتبوه في المكان ده سيبوه عندكم في ورقة او في نوت باد او ايا كان. فانا هكتب الباسورد بتاعي. بعد كده دوست نيكست. بيقول لي اختار البورت. طبعا البورت المعروف لبوست جريس من زمان هو 5432. خلوه ثابت، محدش يغير فيه اي حاجة. هو بيجي ديفولت بيه من ساعة ما البرنامج اتعمل. وهنا برضو خلوا الداتابيس كلاستر لوكال، اللي هو الديفولت لوكال، محدش يغير فيه حاجة برضو. بعد كده هيجيب لك اللي هي السيتنجز اللي انت اخترتها، بس بيأكد عليك تدوس نيكست. تمام. وبيقول لك السيت اب ريدي، تدوس نيكست كمان وهيبتدي يسطب. طبعا الموضوع ده بياخد شويه وقت، فانا هوقف الفيديو هنا وارجع لكم بعد ما يخلص. بعد ما الانستولر هيخلص انستوليشن هنلاقي الواجهه دي ظهرت قدامنا. هنشيل من هنا التشيك بوكس اللي صح من على التشيك بوكس ده عشان ما يكملش انستوليشن في خطوات تانية واديشنال تول احنا مش محتاجينها اصلا. هيعملها الستاك بيلدر، دي ممكن نبقى نحتاجها بعدين. فهنشيل التشيك بوكس دي ونعمل فينيش. تمام. وهنفتح ايه البي جي ادمن. هنكتب هنا عندنا في السيرش بي جي ادمن، بي جي ادمن. لو بي جي ادمن فيرجن 4، او على حسب الفيرجن اللي هتنزل عندك بقى ساعتها لو انت بتتفرج على الفيديو سنة قدام يعني. هندوس عليها كده. الواجهة دي هتفتح قدامنا اول ما ندخل البي جي ادمن. تمام. لو احنا ما كناش عملنا الخطوات بتاعة مسح ملف السيشنز اللي موجود في اليوزرز، هيحصل لنا مشاكل في النقطة دي، فأتمنى نكونوا عملنا الموضوع ده. دي الواجهة اللي احنا هنلاقيها أول ما ندخل. تمام. هنا أول ما هدوس على كلمة سيرفرز هيطلب مني الباسورد اللي أنا كنت حطيته وقلت لكم سيبوه في ورقة ساعة لما كنا لسه بنعمل انستليشن. هنكتبه هنا. هندخل كسوبر يوزر، وهنبتدي نلاقي الداتابيز ظهرت عندنا. تمام. والسكيما الخاصة بيها. طبعا مش هيبقى فيه أي جداول عندنا ولا أي حاجة. وهنبتدي من هنا بقى نطبق اللي احنا اتعلمناه خلال الكورس. آه زي ان احنا مثلا نعمل كويري تول. نبدأ ان احنا نستخدم الكويري تول من هنا. تمام. او ان احنا نعمل اي ار دي طبعا لو احنا اوريدي عندنا تيبلز. بس كده يا شباب. اتمنى تكونوا استوعبتوا الفيديو وساعدكم ان انتوا تعملوا انستليشن للبي جي ادمن والبوست جريس عندكم على الجهاز. والسلام عليكم.